الجفري بينجر أحاديث من راسه براه كده، وكمان أحاديث قدسية يقول قال تعالى. الجفري يقول في هذا المقطع قال ربنا قال يا عبدي أعبدني إلى أن قال فأطعني يا عبدي أهبك تقل للشيء كن فيكون. عبدي إنني أنا الله أقول للشيء إذا أردته كن فيكون، فأطعني عبدي أهبك أن تقول للشيء كن فيكون. ودي من أخطر ضلالات الجفري والصوفية، لأنه بيعتقدوا أن شيوخهم بيقولوا للحاجة كن للشيء كن فيكون، يعني يبقوا شيوخهم في يعني مقام الإله آلهة مع الله سبحانه وتعالى. وربنا قال إنما أمره، وإنما دي أداة حصر يا جفري يا ما بتعرف لغة عربية بليد. إنما أمره أن يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ده عقيدة يعتقدها أي مؤمن في الله سبحانه وتعالى، إن يقول للشيء كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ده الله، ما ممكن الجفري ولا صوفي يصل هذه المرحلة. ما في حديث زي الجفري، كذاب. أنت تكذب على الخلق وتكذب على الرسول وتكذب على الله كمان يا جفري يا صوفي يا مجرم. الوقفة السابعة يا أخي كده قبل الوقفة السابعة، لو الصوفي شيخ صوفي بيقدر يقول للشيء كن فيكون. يا جفري يا صوفي قول لي فلسطين كوني من غير اليهود فتكون، مش خدمة قدمها للإسلام. قل يا مسلمون كونوا أقوى من أمريكا وإسرائيل، نبقى أقوى من أمريكا وإسرائيل، ولا ما هو كده؟ ده كلام باطل وكلام فارغ صح؟ وصية القحطاني بالله قولوا كل ما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.